مش احنا قلنا بيت عيلة؟ لا مفيش فايدة، بيت العيلة يا جماعة ده مش بيت عيلة، ده بيت ابو لهب، لازم نبقى فاهمين كده. جات لي رسالة من فانزيتي وانا بصراحة بقالي كتير ما فتحتش الرسايل، بس الرسالة دي او المشكلة دي بجد بجد تعبت لي اعصابي يعني واستفزتني. انا كايمان استفزيت. دلوقتي هي بتقول انا عروسة جديدة بقالي 8 شهور وربنا كرمني وحامل، احنا 3 سلايف في البيت، حماتي ليها شقتها واحنا كل سلفة قاعدة في شقتها. حماتي فرض علينا ان كل اسبوع بتقضيه في شقة واحدة فينا، والاسبوع الرابع بيكون في شقتها. حلو يا ستي، مفيش مشكلة، بيت ابنها وتمرح وتفرح فيه زي ما هي عايزة. المشكلة مش هنا، المشكلة ان انا سلايفي كلهم متجوزين وعندهم اولاد وانا ربنا كرمني وفي بداية الحمل، والمشكلة ان الحمل تعبني جدا جدا وجاي معايا وحم بطريقة صعبة قوي، لا بعرف اتحرك ولا بعرف اقوم. واهلي كانوا بيعرضوا عليا ان انا الاسبوع اللي حماتي ما بتبقاش موجودة عندي اطلع اقعد معاها، خصوصا ان انا جوزي بيبقى مش موجود طول الاسبوع، وخميس وجمعة وسبت بس اللي بيبقى موجود معايا. حلو يا ست الكل، جوزي ما عندوش مشكلة. حماتي بقى اول ما تعرف ان انا مش موجودة في البيت تتصل على جوزي وتفضل تسخنه عليا، تروح تقعد ليه ومش ليه، دي لسه عروسه جديده، احنا ما عندناش حد من البدايه كده ياخد بعضه ويروح عند اهله، ازاي الكلام ده كله؟ مع انها لما بتبقى عند سلفه من سلايفي واحنا في نفس البيت والله، وقاعده معاهم واكلمها اطمن عليها لاني ما بقدرش انزل، تقول لي ده انا خليتها تاخد العيال وتمشي، انا مش ناقصه وجع دماغ. طب اشمعنى انا؟ ولما اقول لجوزي الكلام دوت ويقول لها طب ما انت بتخلي فلانه تروح هي واولادها عند اهلهم في الاسبوع اللي بتبقي قاعده فيه معاها، ترد عليه وتقول له بس انا بحب مراتك، اصل انا مش بحب مراتك، ازاي الكلام اللي انتوا عارفينه ده؟ بحبها يا حبيبي وما اقدرش استغنى عنها، كلام كده مرسل زي ما انتوا فاهمين. دلوقتي اخر مره حصلت مشكله كبيره وخدت بعضي ورحت على بيت اهلي وقلت لهم يا جماعه انا تعبانه ولازم اقعد، ازاي وازاي ان عمل كده، وازاي ان انا ما سمعتش كلامها. وجوزي طبعا زن على الودان زي ما بيقولوا امر من السحر، ابتدى يتقلب عليا ومعاملته اتغيرت جدا. ده بخلاف بقى ان انا قعدت حوالي اسبوعين كده وبعدين رحت واخده بعضي ورجعت بعد ما عملت تحاليلي وعملت كل حاجه. رجعت لقيت الشقه بالمعنى الحرفي، انا اسفه في اللفظ، زريبه. زي ما بيقولوا كده دولابي مش متبهدل، اوضتي متبهدله، الشقه مش متبهدله. ولما سالت جوزي ايه اللي حصل وليه يحصل كده ومين دخل شقتي، قال لي ماما عملت كده علشان بعد كده ما تسيبيش بيتك وتتعلمي ان بيتك ما يتسابش. دخلت ادور على ذهبي لقيت ذهبي مش موجود، ولما سالته عليه قال لي انا خدته مش هديهولك الا لما تولدي. تخيلوا العيشه اللي انا فيها وما بقتش عارفه اعمل ايه، اكمل على كده واصبر ولا انتوا شايفين ان انا مكبره الموضوع دي هرمونات حمل واللي بيحصل منهم ده مش طبيعي؟ ولما بلغت اهلي قالوا لي يا بنتي هنعمل ايه، وطبعا الكل غلطوا، انا نفسيتي تعبانه ومش عارفه اعمل ايه. من البدايه قلنا بيت عيله، لا يا جماعه بيت العيله والله ما بيبقى فيه عمار. وعامه انا هستنى رايكم في القصه بتاعتنا وايه الحلول اللي ممكن تقدموها لنا في الكومنتات. ما تنسوش بقى تقولوا لها تعمل ايه وتتصرف ازاي مع جوزها اللي دلوقتي بقى لاوي دراعها ان هي لازم تسمع كلام امه، كمان خد دبهبها مقابل ان هي تسمع كلام والدته. عايزه بقى رايكم في الكومنتات وكل واحده تقولي هي منين.